السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عم بضع القناة بهذا الفيديو قدام الحظر وقدام انه ينحذف الفيديو وتجيني ابلاغات من على الفيديو وتجيني تعليقات تسيء الي وتشكك فيني، ولكن انا دائما مثل ما كنت ومثل ما بتعرفوني انه الشعب السوري بكافة مكوناته وكافة طوائفه عندي اياه اهم من القناة واهم من الارباح واهم من الدنيا كلياتها. وكمالا لانتصار الثورة المباركة انا واجبي انه اطلع واحكي وما استغل بس الفيديوهات اللي بتجيب لي مشاهدات مثل باقي المشاهير. بالمختصر المفيد اللي عم يصير هلق بالساحل السوري واللي عم يصير واغلبكم يمكن فايت ببعض، وفي عالم عم تحرض وعالم عم تعمل هاد، واغلب التحريضات كلياتها مشان المشاهدات ومشان اللايكات ومشان الهاد. رسالتي للشعب السوري بشكل عام بالمختصر المفيد اللي عم يصير انه كان في من الفلول النظام. راح تقول لي انت كمواطن عربي ما بتعرف شو يعني فلول النظام. فلول النظام هن الاشخاص اللي كانوا منضمين للنظام البائد، نظام بشار الاسد، وبعدين تركوا للنظام، بعدين عفت عنهم الثوره. هدان الاشخاص ضلوا متواجدين وتم اعفائهم وتم العفو عليهم من الدولة، ولكن هدان الأشخاص كضباط وكألوية وكأشخاص كانوا مستفيدين من النظام وكانوا يتاجروا بشغلات الممنوعات مستحيل يضلوا ساكتين، ومستحيل يتخلوا عن هذا الأمر ويتخلوا عن هذا الأمر مشان الشعب السوري. لهيك هدان الأشخاص قاموا بافتعال هاي الأحداث الأخيرة بس مشان شو؟ مشان تصير فتنة طائفية بسوريا، مشان تصير فتنة طائفية في سوريا. راح تقلي انت كيف كمواطن سوري او كمواطن غير سوري. هدان الاشخاص كانوا متواجدين بالساحل، بقى هي تواجد الساحل فيها مختلف المكونات، يعني اغلب المكونات هي من الطائفة السنية والطائفة العلوية. هدان استغلوا هذا الامر، وبما انه هن اغلبهم كانوا من الطائفة العلوية الكريمة، وهلق اللي راح يغلط علي ويسب ويحكي لا انت ومدري شو، لا حدا يزاود علي لانه انا قدمت اخوي بداية الثورة. تمام، وبتعرفوا اغلبكم انه اخوي انقتل بس بسبب اسمه لانه اسمه معاويه، وانا رغم انه انقتل على قص طائفي انا ما راح اكون انسان طائفي، وراح اقول لكم السبب. لما انت بتقول انه القص طائفي، لو الامر طائفي وانه طائفي اللي متواجده في الساحل اللي هدن منه اللي بينتموا منه الفلول النظام، لو هن مشتركين معاهم كانت صارت مثل ما بلشت بالاحداث السوريه. واغلب السوريين بيعرفوا لما كانت تقوم حما يقوم كل الشعب حما كله باللي بيقاتل واللي بيطلع مظاهرات كله بيلتف حوالي ضد النظام البائد. اما اللي عم يصير هلق بالساحل مجموعه من الفلول، مجموعه كانوا مستفيدين من النظام، مجموعه ما بدهم الامور تستقر لانه مصاري برو، يعني كلياتها بتدور حول المصاري والسلطه. يعني هذا مستحيل خويه، يعني بيجي خويك ابو حيدر وابو تالا وغيره ومدري شو، هدن كانوا مستفيدين، يعني كانوا هن السلطه، كانوا يضربوا فلان ما حدا يحكيهم. بقى انه تروح السلطه من ايديهم هيك بلحظه صعبة يتحملوها، واغلبهم اشخاص بايديهم دم، يعني عرفانين حالهم حتى اذا تم تسوية وضعهم هدن راح ينحالوا للمحاكم وراح يتحقق معهم، وبالاخير راح ينحبسوا الى الابد الابدين. قالوا لك ليش ما بنعمل هيك؟ وشو بنعمل يا حبيبي؟ نجي من ورط الطائفي كاملة، ولكن الحمد لله انه اغلب الطائفي ما انجرت ورا هي الامور الطائفية القذرة، واغلبهم بدهم يعيشوا بسوريا وكلياتهم عندهم احلام مثل ما عندنا احلام، واغلبهم ما بدهم هي الامور، ولكن انجبرت عليهم. لهيك ندائي انا للشعب السوري ولكل الاشخاص اللي بالتعليقات هلا، لا حدا ينجر هذا الامر ولا حدا ينساق وراء هذا الامر. والامر ترى كثير بسيط بس العالم عم يهول منه. الشعب السوري كلياته قب، طبعا الشعب السوري بده بس من الله شغلي ويقب. معلم الحموية ناطرين والحمصية بس ناطرين اشارة، معلم قام كل الشعب. المهم، رحمة لشهدائنا، رحمة لأبطال سوريا، والرحمة للمدنيين اللي عم يروحوا غدر. طبعا الشيء اللي عم يصير في فلول النظام عم يجوا عم يقتلوا اشخاص من طائفة معينة مشان يصير في طائفية انه الجيش ليك هو اللي عم يقتلون. وهي حركاتهم من يوم بلشت الثورة السورية ونحن بنعرفها. لهيك رسالتي للطائفتين السنية والعلوية، هدوا الوضع وحبوا بعض ولا تنجروا ورا هاي الامور، خلوا الجيش وخلوا الامن يتصرف. وهذا كان الفيديو اليوم، بس حبيت هيك اعطيكم لمحة عن اللي عم يصير وشو عم يصير. يعني لا واجبي انا احكي بهذا الامر، وما كان فيني اعمل فيديو غير عن هذا الامر. والعالم عم بتموت وشهدائنا عم بتموت، ورمضان كريم. واتمنى هذا الفيديو يتشارك ويوصل لاكبر عدد، حتى
بعض الاشخاص يفهموا اللي عم يصير. واي شخص من الساحل اتمنى يكتب لي بالتعليقات شو عم يصير عندهم، شو الوضع اللي عم يصير عندهم، هو شايفه وهو عامله، مو سمع عن جار خالة عم تسته انه فلان وشاف فيديو على الفيسبوك او شاف لي منشور على الفيسبوك. لانه من شويه انا كنت عم شوف على الفيسبوك ولا سمعت خبر، هلا بحط لكم اياها الصوره هون، سمعت خبر انه اليوتيوبر محمد عدنان تم بالعصابات الجولاني. نراكم في فيديو آخر. See you.